في يوم كنت لسه راجع من الكلية، لقيت مرات عم هريدي داخلة عليا وبتقولي: الحجني يا دكتور، البقرة والدة من الصبح وضعفانة ونفسها مسدودة وبتعرق عرق جامد ريحته وحشة، ولحد دلوقتي المشيمة لسه ما نزلتش. قلت لها وريني كده، وكسلت بقى البس جلافز، قلت هي حلا والسلام. انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا مجنون؟ لا وداخل لي كمان وفاتح صدرك، انت لاقي مناعتك في كيس شيبسي؟ انت بتتكلمي؟ خرجتني عن صمتي يا اخويا، حرام عليك، حرام عليك، عصبتني وانا تعبانه. يا ابني فكر كده، ريحتي دي مش فارقه معاك في حاجه؟ مش يمكن عندي بروسيلا مثلا وهي اللي عامله لي احتباس مشيمه؟ فكر كده، فكر فكر. البروسيلا مرض بكتيري مشترك بينتقل من الحيوانات للإنسان، وبيعيش جوه حيوانات زي البقر والأغنام والماعز، وبينتقل عن طريق استهلاك منتجات حيوانية غير مبسترة زي اللبن والأجبان، أو التلامس المباشر مع الحيوانات المصابة زي لمس الجلد أو استنشاق الغبار اللي فيه البكتيريا. ونادرا ما بينتقل من إنسان لإنسان، ولكن ممكن في حالات خاصة، وبتختلف أعراضه في الحيوان عن الإنسان. يعني مثلا في الحيوان بيبقى فيه إجهاض متكرر واحتباس مشيمة ونقص الوزن وضعف عام وتورم الخصية بالنسبة للذكور. أما في الإنسان فبيبقى فيه حمى متقطعة وتعب شديد، عشان كده ليها اسم تاني وهو الحمى الملطية. كمان بيبقى فيه صداع وآلام في العضلات والمفاصل، زائد تعرق شديد بالليل بيكون ليه رائحة كريهة وصعب التغلب عليها. كمان فقدان شهية وضعف حاد، والحوامل بيسبب لهم إجهاض أو مشاكل صحية للأطفال. عشان تحمي نفسك تجنب أكل وشرب منتجات حيوانية غير مبسترة، وحافظ على غسل الإيد كويس بعد ملامسة أي حيوان، ونشتغل بأدوات الحماية في المزارع، ولو حصل إصابة مهم نروح نعمل تدخل مبكر. البروسيلا مرض خطير، لكن ممكن نتحكم فيها بوعينا واتخاذ الاحتياطات المناسبة. أيوة افتكرت. الحمد لله على السلامة. شكلنا كده هنشوف ايام سودة. اهو استعاد الذاكرة اهو، ما تقلقيش. بصي انا هديها حقنة هتساعدها عشان المشيمة تنزل وتقويها شوية، بس بلاش حد يتدخل او يشرب لبنها عشان ما يتعداش، عشان البقرة عندها بروسيلا. وان شاء الله هاجي ابص عليها تاني بكرة. تشكر يا دكتور، مع الف سلامة، مع الف سلامة.